بص كده معايا الفيديو ده. لا يفوتك توم كروز الآن في السعودية في آخر أفلام ميشن امبوسيبل. طبعا دي نتيجة بسيطة جدا وحاجات يعني تعتبر من بدائيات في عالم الذكاء الاصطناعي اللي احنا بقينا نشوف منه حاجات ونتائج يعني جبارة غريبة جدا ومريبة جدا في نفس الوقت. فتعالى كده نعمل مع بعض تحليل لمواقع الذكاء الاصطناعي سواء توليد الصور او تحريك الصور عشان يبقى عندنا صورة نقدر ان احنا نحركها. فمن الاول اساسا ازاي ان احنا نقدر نعمل الصورة دي. فسريعا كده كوباية المشروب اللذيذ بتاعك وتعالى نشوف مع بعض مواقع الذكاء الاصطناعي وازاي نعمل فيديو زي ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله، أنا عمرو عطلة وأهلا بيك يا صديقي في فيديو جديد. هو طفرة في عالم الذكاء الاصطناعي، ممكن نكون طفرة دلوقتي بس لغاية لما الفيديو ده ينزل مش ضامنين الفترة ديت هينزل معانا تحديثات أو هينزل معانا مواقع عاملة إزاي. فعشان كده عايزين الفيديو ده يكون مرجع لينا اي حد عنده موقع لمواقع الذكاء الاصطناعي سواء توليد الصور او تحريك الصور وانشاء فيديوهات. فاللي يعرف اي موقع ما يبخلش علينا ويسيب لنا اسمه في الكومنتس او التعليقات تحت. فبسم الله الرحمن الرحيم كده، انا عشان ابني سيناريو للمشهد بتاعي، يعني هو في فيلم ميشن امبوسيبل ده التريلر بتاعه، يعني في وقت تصوير الفيديو دوت هو يعتبر لسه نازل اخر جزء من ميشن امبوسيبل. حبينا ان احنا نعمل فكره يعني فاني شويه، ان احنا نعلن ان الفيلم بقى متاح حاليا في السينمات في السعوديه بشكل يعني كوميدي شويه. فبدانا نكتب برومت او تخيلات لتوم كروز وهو في اماكن مشهوره في السعوديه، زي مثلا هنا كده حبينا نكتب له تخيل توم كروز في وسط مشهد اكشن في الرياض، البرج بتاع المملكه في الخلفيه، فده يعتبر من المعالم اللي تحيلك ان هو كده خلاص في الرياض. برضو ده كان من يعني المشاهد الجميله اللي هو خلاص الكونسبت بالفكره بكل حاجه، هو ده يعتبر بوستر لوحده. ازاي بقى انا قدرت اجيب الصوره دي، يعني اوصفها له ازاي، اوصفها للذكاء الصناعي ازاي؟ هتكتشف الموضوع يعني طلع بالبساطه كبيره جدا. ده اوبشن كان كاتب له في البرومت في العلا، دي نتيجه كنت كاتب له ان هو في جده فطلع لي النتيجه بالمنظر ده كده. وبالذكاء الاصطناعي وسعت المكان او الكادر شويه عشان يبقى المشهد واسع كده ويعرف اخده كوايت شوت. طيب نبدا من البدايه خالص، فكره ان انا اجيب برومت وصف للصوره بتاعتي. هنا بتبدا معانا قصه من شات جي بي تي. شات جي بي تي هو العقل المدبر للموضوع ده كله، فانا ما اعرفش اكتب برومت ومحتاج مني مهاره وتعلم ومش عارف ايه. فكل اللي عليا باجي كده زي ما انا عملت هنا كده مع شات جي بي تي، دخلت قلت له ايه، اكتب لي برومت يتخيل توم كروز وهو يرتدي زي راجل سعودي وهو في وسط مشهد اكشن. فهو حط لي إيه كل الوصف بشكل جميل. باخد انا بقى ايه الجزء ده كده كله، انا هو ده البرومت بتاعي ده. اخدت البرومت بتاعي، باجي اخش بقى على العملاق في توليد الصور، انا بحبه اكتر من الاوبشنز التانية اللي انا هقولها لك، اللي هو ايمج اف اكس. ايمج اف اكس هو اللي بيقدر يطلع لك النتيجه اللي انا شفتها واقعيه، يعني احنا نفس النتيجه نفس البرومت ده كده دخلته على فري بيك. فري بيك برضو بيديني حاجات مجانيه بس طلع لي نتيجه لو تاخد بالك كده ده مش توم كروز، كل دول مش توم كروز، لكن ايمج اف اكس طلع لي النتيجه ده يعتبر هو ده توم كروز. فالخطوه الثانيه بعد شات جي بي تي هو ان انا اخش على موقع ينتج لي صور بناء على البرومت اللي انا هديه له، ولكن ايمج اف اكس بيحتاج ان انت تكون مشغل في بي ان، فاكستنشن بسيط كده تشغله اللي هو الفي بي ان عندك، وتقدر ان انت تعمل اكونت على ايمج اف اكس بشكل مجاني. بعد كده بعد ايمج اف اكس برضو عندنا وبتلاقي عندك في فري بيك كده جزء كبير جدا من الذكاء الاصطناعي دلوقتي، ان انت تقدر تعمل اي اي ايمج جنريتور اللي احنا مستخدمينه حاليا عشان نطلع صوره بالبرومت اللي احنا عاملينه. في عندك بقى فيديو جنريتور ان انت تقدر تحرك الصوره دي، ايمج اب سكيلر، ليب سينك. ليب سينك ده بقى ان انت تقدر تخلي توم كروز يقول الكلام عنك، وده بقى يعني ان شاء الله ممكن نعمل له فيديو تاني. الليب سينك ده ببساطه ان انت بتدي له الصوره اللي انت هتحركها وتدي له ملف الصوت وتقول له خلي الشخص ده يستخدم الصوت ده. ففي حاجات كتيره في فري بيك، ولكن فري بيك بيدي لك عدد محاولات مجانيه زي ما انت شايف كده. هتلاقي عندك هنا كريدتس، فبتخلص العدد المحاولات المجانيه ديت وبعد كده يقول لك ابجريد بقى، اشترك عندي. فممكن تستخدم المحاولات المجانيه ديت لغايه لما توصل للنتيجه اللي انت عايزها، واللي هيساعدك انك توصل للنتيجه اسرع انك تخلي شات جي بي تي يكتب لك برومت بشكل تفصيلي اكتر. في برضو مع شات جي بي تي في حاجه جديده لسه موجوده، هي فكره صوره. ده برضو جزء من شات جي بي تي، بيقدر ان هو يعمل جنريت لي صور بناء على برومت انت تديهوله. فلو انا جيت كتبت البرومت اللي انا لسه واخده من شات جي بي تي نفسه كده، حطيته هنا بيست وقلت له جنريت، ودي النتيجه اللي طلعها لي صوره. بص النتيجه اللي طلعها لي،
يعني هم كلهم قريبين من بعض في فكرة الزي السعودي والاكشن سين. هو ده اداني اكشن واقعي اكتر، بس الملامح بتاعت توم كروز كرتونيه بشكل واضح. فبعد ما اطلع الكادر بتاعي اللي انا هبدا احركه، سواء زي ما احنا اتفقنا من ايمج اف اكس او فريبيك او صوره، في حاجات تانية برضو لو انت تعرفها ممكن تكتب لنا برضو في الكومنتس او تعليقات عشان كلنا نستفيد منها. المرحله الثالثه بقى وهي مرحله التحريك، ان هو اخد الكادر بتاعي دوت عشان احوله على سين متحرك. فممكن هنا في صوره عند شات جي بي تي عندي في تحت كده كرييت فيديو، لو دوست على الاوبشن ده كده بيبدا هنا بقى يقول لي اعمل لي وصف للفيديو بتاعك ده، والاسبكت ريشيو الديوريشن بتاعتي 5 ثواني ولا 10 ثواني، خليها 5 ثواني. وبعد كده الوصف بقى بتاع المشهد بتاعي نفسه ده بجيبه منين؟ بجيبه من برضو حبيبنا هو شات جي بي تي. جيت هنا عند شات جي بي تي قلت له بقى اكتب لي برومبت سين موفز سلولي اند ذا كاميرا ووربز اراوند ذا بيرسون، اللي هو المشهد ماشي بشكل بطيء والكاميرا بتلف حوالين الشخص. وفي حاجه بقى مهمه جدا هي فكره النيجاتيف برومبت، اللي هو ايه الحاجات اللي تجنبها وانت بتشتغل. يعني ما تخليش مثلا المشهد كرتوني، فاداني البرومبت بالمنظر ده كده. وكمان ده النيجاتيف برومبت. النيجاتيف برومبت ده في مواقع بتقول لك ده مكانه، في مواقع تانية لا هو ملهاش مكان، فانت ممكن تحطه كبرومبت كامل كده. طيب تعالى انا خدت البرومبت بتاعي ده كده حطيته للصوره وقلت له ايه اتكل على الله انت، وده اللي طلع معانا. بسم الله الرحمن الرحيم كده صورة مش مجاني، فهو بيقول لك انت عشان تشتغل فيديو لازم تابجريد لبلان. طيب مش عايزين صورة، نروح بقى على البديل القوي اللي انا عملت بيه الفيديو ده كله المجاني وهو كلينج. فبعد ما بخش على كلينج بدوس على كرييت وبينقلني على الجزء ده. الجزء ده اللي هو ايه بقى التحريك بتاعي. وخلي بالك كلينج هو مش مجاني تماما، هو بيديك عدد محاولات، فتكون حريص في النتيجة او الشغل اللي انت بتشتغل عليه عشان يعني تطلع الشغل بتاعك من غير ما تستنفذ كل المحاولات بتاعتك. فبتيجي هنا ترفع له الصورة بتاعتك اللي هي اللي انت لسه عامل لها جنريت. فدي الصورة اللي انا اخدتها من ايمج اف اكس عشان احركها. ببدأ ارفع له الصورة بتاعتي هنا. وفي برضو ان انت ممكن تديله بداية المشهد ونهاية المشهد وهو يجنريت الفريمز اللي في النص، لكن احنا ما عندناش الاوبشن ده دلوقتي. انا هديله المشهد الكادر الاولاني عشان يبدأ يحركه هو على مزاجه. طيب بيحركه بناء على ايه؟ على البرومبت بقى اللي احنا لسه جايبينه. فهحط له بيست البرومبت اللي احنا جايبينه هنا كده. ولو نزلت تحت شويه هتلاقي عندك حاجه اسمها ايه نيجاتيف برومبت، ده اللي انا كنت بقول لك عليه من شويه. هنروح نجيبه من شات جي بي تي وبس كده. كل اللي عليا دلوقتي ان انا هدوس له على جنريت، والجنريت بياخد منك 20 بوينت، وانت هنا بيبقى معاك عدد بوينتس يعني محترمه، فممكن تشتغل بحبه حلوين تطلع اكتر من نتيجه. ودي النتيجه اللي طلعها لي لو تاخد بالك كده. بص لاحظ معايا الانفجارات ورا وحركة الملابس وهو بيجري. بص شايف الموضوع يعني جميل، فاهم؟ مديني حركة كويسة. الفكرة بقى ان الملامح هي اللي بتخيش منه شوية. يعني ممكن تقعد تحاول معاه بقى لغاية لما تظبط برومت اللي يظبط لك الحركة بتاعت الملامح الوش ويدي منظر الذعر او الخوف للشخص، فاهم؟ محتاج منك تظبيط بقى. هي محاولات كذا مرة تقدر تطلع منها النتيجة اللي انت عايزها. انا جربت كلينج ليه؟ عشان انا كنت بحرك شخصية. لو تاخد بالك كده برضو انا جربت المشهد ده. بص المشهد ده نفس البرومت اللي انا كتبته، اللي هو خلي الكاميرا تلف حوالين الشخص بشكل بطيء والكاميرا تلف حواليه بالمنظر ده كده. فبص اداني النتيجة دي، وبرضو النتيجة دي طلعها لي. الفكرة ان انا رحت على موقع كلينج عشان بيدعم تحريك الاشخاص، لكن في عندنا موقع قوي جدا جدا وهو جوجل اي اي ستوديو. ده يقدر يحرك لك فيديوهات ونزل فيه تحديثات كتيرة حلوة زي الفيو 2، فبيحرك لك الصور بشكل جميل جدا ويدي لك محاولات مجانية كتيرة. فهو يعتبر موقع شبه مجاني. ولكن هنا الفكرة في جوجل اي اي ستوديو هو يقدر يحرك لك اي صورة زي النتائج اللي تحت دي كده. ممكن يخلي لك الصور تتحرك كده. لو انت عندك صورة منتج يلف حواليها صورة كرتونية ماشي، فاهم؟ ولكن لما جيت اجرب عليه قال لي ممنوع ان انا احرك صور شخصيات اشخاص. ما استخدمش الحاجات دي عشان سياسة بقى الموقع وكده، مش هحرك اشخاص. وفي الاخر عندنا برضو رانواي، ده من المواقع اللي تقدر تحرك فيها الصور، ولكن ده برضو يعتبر مش مجاني، مدفوع. وتقدر برضو تعمل منه جنريت ايمج، ان انت تعمل صور من برومت وهو يطلع لك نتيجة. ولو تاخد بالك برضو دي نتيجة اولية، يعني مش من اول مرة بطلع النتيجة كويسة على طول. دي نتيجة حصلت معايا اول مرة
جربت احرك الكادر دوت الصوره دي، فالنتيجه بايظه عشان البرومت كان بايظ. فاضطريت ان انا اروح على شات جي بي تي اقول له محتاج اظبط المشهد بالشكل الفلاني عشان اطلع المشهد بالشكل الفلاني، حركه الكاميرا تكون كذا، ويطلع لي المشهد اللي انا عايزه. انا هكون سايب لك كل المواقع ديت في الديسكربشن في وصف الفيديو تحت. ولكن اهم حاجه تخلي بالك منها زي ايمج اف اكس كده، في مواقع بتحتاج ان انت تشتغل على في بي ان، لسه مش متاحه حاليا انها تكون موجوده في البلاد اللي عندنا دلوقتي. فده كده يعني ملخص سريع، ولسه الدنيا هتتطور، ويعني ممكن الموضوع يبقى ابعد من كده بكتير. فقلنا ان احنا نواكب العصر عن طريق توليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، وممكن يكون في حاجات تانية. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه، اشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش في القناه. باذن الله مستني اشوفك الفيديو اللي جاي. انا عمرو عطله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.